ايه اللي بيحصل في البحر المتوسط؟ الدنيا بايظه والناس بتقول لك اوعى تنزل الميه وفي زلازل وبراكين وتسونامي وتنانين وهيصه. ايه اللي بيحصل؟ كل اللي بيحصل ان في حاجه اسمها هيت ويف، موجه حاره ضربت البحر المتوسط. يعني ايه؟ مش انت ساعات فجاه بتلاقي مثلا 3 4 ايام ورا بعض حر مش طبيعي، درجه الحراره عاليه جدا، الجو سخن قوي، دي اسمها هيت ويف او موجه حاره عدت عليك. اهي الموجه الحاره دي موجوده على البحر المتوسط. ايه ده؟ يعني مفيش اي حاجه ولا تجارب ولا انفجارات بتتعمل ولا اي حاجه ولا اي بتنجان؟ هيت ويف ضربت البحر المتوسط بسبب ايه؟ سبب تغير المناخ. ان انت خلاص انت المفروض بقيت عارف اي حاجه بتحصل غريبه بالنسبه لك هي تغير مناخ. هتقولي طب ما البحر مقلوب وعالي ومنعوا حد ينزل وبتاع. طب ما عادي، يعني في ايه؟ ده ميعاد الرياح بتجيلنا من جزيره كريت، ده الموسم بتاعها، عادي ان في رياح جايه علينا، ما فيش اي حاجه خالص. زي مثلا رياح الخمسين، مش انت برضو فجاه كده تلاقي فيه هوا جامد قوي بيضرب ومش عارفه ايه، بيقعد كام يوم ويروح. ليه؟ ما هي ده الميعاد بتاع رياح الخمسين، هو ده بقى الميعاد اللي جاي من الرياح اللي جايه لنا من جزيره كريت. انت بس يعني الاتنين جم مره واحده، اللي هو في هيت ويف على البحر المتوسط، في سحب جامده جدا بسبب البخر اللي بيحصل بسبب الحراره، كمان عندك الرياح اللي قالت لك البحر مقلوب. فخلي بالك بقى، ده فيك تجارب، ده في مش مفيش اي حاجه والله العظيم، والله ما في اي تغير مناخ. كل حاجه كده خليها ريليتد لتغير المناخ. وافهم، انت كان لسه عندك عاصفه رعديه، وانت هو في اماكن تانية شتت ما كانتش بتشتي فيها، وحاليا في هيت ويف على البحر المتوسط. فعادي، ده تغير مناخ. انت المفروض بعد كده ما تبقاش متفاجئ من اي حاجه غريبه بالنسبه لك تحصل، ان هي مش غريبه علميا. اللي بيحصل مش غريب، هي غريبه بالنسبه لك عشان جديد عليك انت بس. ما فيش اي حاجه. محدش خايف، محدش يسيب دماغه للي يسوحه.